السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الأيام الجاية دي حنشتغل توضيح أسباب تدمير السودان، ومن هم السبب في تدمير السودان. الأحزاب السياسية العسرية. يا جماعة نحن عندنا مشكلة في الأحزاب السياسية، وهي المشكلة الوحيدة اللي دمرت جمهورية السودان. الأحزاب السياسية السودانية كلها أحزاب أسرية ديكتاتورية. مثلا حزب الأمة القومي، حزب المرقنية كده. اقعد بينك وبين نفسك انت سوداني، شوف الاحزاب دي هسي بتنادي بانها هي دايره دوله مدنيه. كده اقعد بينه وبينك، ياتو دوله هي دايره، وياتو سلطه مدنيه هي بتجيبها لك. لو عندها سلطه مدنيه تطلع من العسريه الضيقه. نحن بنقول لكل الشعب السوداني يجب محاربه الاحزاب السياسيه قبل الجنجويد، وتفكيك الاحزاب السياسيه. نطالب بشطب كل الاحزاب السياسيه على مر التاريخ، وإنشاء 3 أحزاب سياسية سودانية وطنية: حزب اليمين، اليسار، الوسط. وإلقاء كل الأحزاب الأيديولوجية الدكتاتورية اللا إخلاقية اللا وطنية السببت في تدمير الشعب السوداني والمساندة الميليشيات. ونطالب كل الناس تطالب بالمجتمع الدولي بمحاكمة رؤساء الأحزاب السياسية لمشاركتهم مع ميليشيات الدعم السريع، وبجلبهم للارتزاق واغتصاب الشعب السوداني وتدمير الشعب السوداني. اعملوا شير ولايك وتعليقك على القناة.